السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد لتعلم اللغة الإيطالية. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا من خلاله مجموعة من الكلمات اللي كنوظفوها أو اللي كنستعملوها في اللغة الإيطالية. فعلى بركة الله نشوفوا أول كلمة اللي هي تحت. يعني تحت تعني sotto أو أيضا جو يعني تحت. فوق تعني sopra أو أيضا سو يعني نقولوا sul tavolo يعني فوق الطاولة. sotto جو عندهم نفس المعنى، وبالنسبة لسوبرا أو أيضا سو أيضا نفس المعنى sotto جو. بالنسبة لكلمة الآن يمكن أن نقول بالإيطالية adesso أو أيضا ora حالا تعني subito، قريبا presto، لاحقا più tardi presto subito adesso. إذا كلمة اليوم تعني oggi البارحة ieri، قبل البارحة prima di ieri، غدا domani، بعد غد dopo domani oggi ieri prima di ieri domani dopodomani. إذن تعني allora إذن sempre ربما forse احتمال potrebbe allora sempre forse potrebbe forse. أبدا تعني بالإيطالية mai للأسف purtroppo أيضا anche مجددا ancora mai purtroppo anche ancora. كلمة قبل تعني prima بعد dopo يعني عكسها dopo. على أي حال تعني comunque أحيانا a volte يعني بعض المرات a volte prima dopo comunque a volte إذن بجانب تعني a fianco خلف أو وراء تعني dietro وأمام تعني davanti a fianco dietro davanti a fianco dietro davanti. بالنسبة لكلمة أخيرا تعني finalmente في أي مكان dovunque. هذا النهار يعني هذا النهار كنقولوا هذاك النهار، هذاك بالدارجة كنقولوا هذاك النهار l'altro giorno أو أيضا quel giorno l'altro giorno يعني هذاك النهار l'altro giorno أو أيضا quel giorno. بالنسبة لكلمة عاجلا هي urgente أقل تعني meno، أكثر di più، قصير يعني corto، وأيضا واسع تعني largo urgente meno di più corto largo. بالنسبة إذا أردنا أن نقول لحسن الحظ تعني meno male. إذا لحسن الحظ تعني meno male. إذا لا بغينا نقوله باللغة الإيطالية لحسن الحظ أنني أتيت قبلك يعني جيت قبل منك، كنقولوا meno male che sono arrivata prima di te. هذيك arrivata
إلا كان المتكلم مؤنث. إلا كان مذكر نقولوا كي سونو arrivato. إلا بغينا نقولوا باللغة الإيطالية لسوء الحظ أو للأسف نقولوا purtroppo. purtroppo sono arrivata in ritardo، يعني أنا يعني للأسف أو لسوء الحظ أني وصلت معطلة فين اللافورو. لماذا يعني perché هي لماذا perché mi sono svegliata tardi، لأنني يعني استيقظت أو نضت معطلة. purtroppo sono arrivata. إذا كانت مؤنث. إذا كان مذكر نقول sono arrivato. sono arrivata in ritardo al lavoro perché mi sono svegliata. الفيرب svegliare هو فعل يعني استيقظ. tardi يعني متأخر. tardi. purtroppo يعني للأسف. sono arrivata in ritardo al lavoro. إذا بغيت نقول باللغة الإيطالية ليس لدي أي شك، ما عنديش شك، يعني عندي واحد اليقين، نقولوا نونو دوبي. نونو دوبي أو لا سنسا دوبيو. نونو دوبي هذيك نون هي أداة للنفي. لا أو دوبي يعني أنا لدي شكل، ولكن هنا كتنفيها يعني كتطبقوا نون كتنفى. يعني كنقولوا نونو دوبي كي تو بوسا فارشيلا سنسا دوبيو. يعني بطبيعة الحال هنا كنقولوا كي تو بوسا فارشيلا يعني أنه بإمكانك القيام بها أو لا يمكن لك ديرها. كي تو بوسا فارشيلا سانسا دوبيو. يعني الدوبيو هو الشك، نقولوا عندي واحد الشك نقول او دوبيو اون دوبيو. الا بالنسبه سانسا دوبيو يعني بدون شك او لا بالدارجه كنقولوا ما عنديش الجرام ديال الشك. سانسا دوبيو. نو دوبي يعني ما عنديش شك. علاش هذيك او هو الفيربو افير هو فعل الامتلاك عندي لدي. نو دوبي ما عنديش شكوك. كي تو بوسا فارشيلا. كي تو هذيك الفيربو بوسا هو الفيربو بوتيري هو فعل يعني من التمكن أو أمكن يمكنك. فارشيلا يعني كفار يعني ديرها. هذيك لا كتعوض يعني شي حاجة تقدر ديرها انت كتهضر معاه على شي حاجة يمكن ليه يديرها ولا هو عاود لك عليها انت كتقول هذيك الحاجة يمكن لك ديرها. كي تو بوسا فارشيلا سينسا دوبيو. نو هذيك نون ديما كيف ما قلت لكم فهي أداة للنفي يعني لا كتنفي أي حاجة. نو دوبي كي تو بوسا فارشيلا يعني سينسا دوبيو. فبهذا كنكون وصلت لنهاية الفيديو، ولكن قبل ما نختم بغيت نشكر الإخوان والأخوات اللي كيخليو لي التعاليق، وعلى رأسهم الأخت حنان جلال. شكرا جزيلا لك من هذا يعني من هذا الفيديو. ما تنسوش ايضا انكم يعني تبارطاجوا القناه والفيديوهات مع الاخوان والاخوات المهتمين بتعلم اللغه الايطاليه. وما تنسوش ايضا تخليوا لي في خانه التعاليق يعني الاراء تاعكم ثم اقتراحات ديالكم لفيديوهات مستقبليه. وبهذا كنكون وصلت لهذه الفيديو. شكرا للجميع. نهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.